اقسم بالله ان الفيديوهات اللي هتتعرض في خلال الحلقه دي شفتها بالصدفه على تليفون كان في ايد طفل عمره ما تخطاش ال4 سنين. كان بيتفرج على كرتون وفجاه جه فيديو من الفيديوهات اللي هتشوفها دلوقتي قدامه، ففضل يتفرج عليه. لفت نظري الفيديو فمسكت الموبايل من ايده ودخلت على القناه ولقيت الفيديوهات دي. جابر، واللي عنده على تيك توك فوق ال 300 ألف متابع، واللي بيوصف نفسه على الانستجرام بانه مدرب او مدرس رقص. طب يا عم محمود، احنا ممكن عيالنا تشوف الكلام ده فين؟ بص، هو بخلاف انك ممكن تشوف الكلام ده على السوشيال ميديا زي ما انا شفته على ايد الطفل، بس انا هقول لك ممكن انت وعيالك تشوفوه في الحقيقه فين، لانه ما شاء الله منتشر وبينزل كمان الحاجات دي على السوشيال ميديا. يعني مثلا ممكن تبقى انت واولادك ومراتك في مكان عام وتشوف الكلام ده، او ممكن تكونوا معزومين على فرح حد من قرايبكم او من معارفكم وبرضه تشوفوا الكلام ده. ممكن برضه تكون في حمام مطعم او كافيه او حتى قاعة افراح الحمام بتاعها يعني، وتدخل تشوف الكلام ده. طبعا زي ما احنا عارفين ان الفيديوهات اللي على السوشيال ميديا بتدخل كل بيت عن طريق الموبايل. لو ابنك او بنتك او انت حتى او مراتك شفت الفيديوهات دي، مش عارف هتقولوا ايه بصراحة. انا هعرضها لك وانت بقول رأيك في الكومنتات. انما زي ما جابر كان مختلف في المحتوى اللي بيعمله او في اللي هو بيعمله ككل، هو كمان في الناس اللي بيقتدي بيهم او هو بيج فان ليهم كمان مختلف. هتقول لي زي مين مثلا؟ هقول لك زي دينا الرقاص. انا بحبك جدا. الواد ده بيقول ان هو بيتابعني من زمان جدا والله. شكرا. طبعا في خلال الفيديو ده رددت لك جمله انه مدرس رقص دي كتير، فهتستغرب وتسالني سؤال تقول لي هو يعني ايه مدرس رقص دي؟ لا مؤاخذه، يعني بيدرسها ازاي؟ هي دي بتدرس؟ هقول لك لا، انت فايتك كتير. حتى شوف، هتيجي وتسالني وتقول لي هو ممكن ده ياثر على الاطفال او على العيال الصغيره في السن ده؟ انا مش هرد عليك بالكلام وخلاص، انا هثبت لك بالفيديو. وهنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، العيل الصغير ده اتعلم الرقص بالطريقه دي منين؟ مش معقوله يعني نزل من بطن امه بيرقص كده. اكيد شاف حد زي جابر او حد زي اللي بيرقصوا زي الرقصات بوسي وحوريه والناس اللي موجوده على السوشيال ميديا، فبالتالي قلد. كل اللي انا قلته لك ده ما يعتبرش راي، ده سرد للموضوع وسرد للمحتوى اللي هو اصلا عرضه على السوشيال ميديا، ولا حتى هجوم على قد ما هو عرض للظاهره دي علشان نتناقش في الموضوع ده. فخلونا كده نسال بكل بساطه، ايه حكم الدين الإسلامي في رأس الرجالة؟ لا يجوز للرجل الوقور أن يرقص. الرجل المهزأ يعني السافل والذي يرقص. شباب في الأفراح، شباب في الأفراح متحزم ويرقص رقص كرقص النساء، أشد برقص النساء. شاب فاسق ماذا يريد برقصه ويهز عجيزته؟ ماذا يريد هذا السفل؟ ما جبتش انا حاجه من عندي ولا دفعت للشيخ ده علشان خاطر يقول الكلمتين دول. وعندك دار الافتاء تقدر ترجع لها وتتصل بيها وتسالها ايه حكم رقص الرجاله في الدين. ويا حبذا لو وريتهم فيديو من فيديوهات الاستاذ جابر اللي احنا عرضناها النهارده. وهنا بقى بيجي دور حضرتك في انك تقول رايك. ايه رايك في اللي بيعمله جابر او بيقدمه جابر للناس على السوشيال ميديا؟ وايه رايك في موضوع الرقص ككل؟ وهل تسمح لحد من اولادك انه يعمل زي جابر او يشوف فيديوهات جابر فيقلدها ويرقص زي جابر كده؟ كمان ما تنساش عزيزي المشاهد تشترك في الجروب الرسمي لحملة خليها تنضف، واللي هسيب لك اللينك بتاعه في اول كومنت. واختم كلامي قائلا
خليها تنضف بس كده.